زيزو ماشي، زيزو مش ماشي، زيزو هيتباع، زيزو مش هيتباع، ناس جوه المجلس عاوزة زيزو يتباع وناس جوه المجلس مش عاوزة زيزو يتباع. تعال أقول لك خلاصة الموضوع مع الخولي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ملعب الخولي، حلقة جديدة عنوانها حوار أزمة بيع أحمد سيد زيزو. ليه حوار أزمة بيع أحمد سيد زيزو؟ بعض من المجلس شايف ان يعني احلام الزمالك هتخلص لما احمد سيد زيزو يتباع. اللي هو ازاي؟ اللي هو ان المبلغ اللي هم طالبينه في احمد سيد زيزو هيحل ازمه كبيره جدا في ظل الغرامات اللي موجوده على نادي الزمالك وتجديد اللاعبين و تدعيم الزمالك بصفقات جديده. المشكله الكبيره ان في ناس بتطالب ببيع احمد سيد زيزو وهياخدوا الفلوس يسددوا بها 1,500,000 تقريبا لسبورتنج لشبونه، و270,000 للأخ أتشيمبونج، وكمان 7,000 دولار للأخ إبراهيم نضاي حق رعاية الوادي دجلة، ويا عمي أحمد فتوح عاوز يجدد، ومحمد صبحي عاوز فلوسه، واللعيبة عاوزة فلوسها. طيب الموضوع ده كله بيخلص ازاي؟ ان المجلس شايف ان البيع احمد سيد زيزو هو اللي المفروض يتم، وفي ناس جوه المجلس شايفه ان احمد سيد زيزو ما ينفعش يتباع لانه هو نجم الفريق. طيب احنا كجمهور ايه اللي احنا شايفينه؟ ان اي تفريط في اي لاعب داخل نادي الزمالك في الفتره الحاليه ما هي الا جريمه في حق النادي. تفريغ النجوم حصل من بعد القواضي اللي لبسها المعزول، بداية من مصطفى محمد، ساسي، بن شرقي، طارق حامد، إمام عاشور، وبعض اللعيبة الأخرى. وخلينا نقول إن هو كان عاطي الفرصة الأولانية لمصطفى محمد إن هو هات عرض وأنا همشيك، وبناء عليه مصطفى محمد تشبث في الفكرة وراح جاب عرض، وكان مرتضى منصور مش موجود، فاللي باعوا لجنة تقريبا اللي هو عماد عبد العزيز، وعملوا إعادة بيع لنادي الزمالك. يعني حطوا عقد وحطوا قيمة نادي الزمالك داخل العقد إن هو مثلا لما يتباع في أي فريق تاني الزمالك ياخد رعاية. قصة أحمد زيزو مختلفة تماما. أحمد زيزو من الكنوز الموجودة في الكرة المصرية، واللاعب اللي هو تقول عليه متكامل 1,000,000%. لكن يعني والد أحمد زيزو شايف إن قيمة العرض المتقدمة لأحمد زيزو خيالية، لأن هتوصل ل2,000,000 دولار سنويا لأحمد سيد زيزو، فمبلغ مضاعف أضعاف اللي بياخده في نادي الزمالك. ولكن في عقد في بند في عقد نادي الزمالك ان مثلا احمد سيد زيزو لو ما خدش باقي مستحقاته يجوز له ان هو يفسخ عقده، واحمد سيد زيزو مش هيعمل كده. طيب العقد اللي وصل لنادي الزمالك 5,000,000 دولار، وال5,000,000 دولار الزمالك شايف ان هو قليله على لاعب بحجم نادي الزمالك، بحجم النادي، حجم احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك. طيب ايه اللي هيتم؟ اللي هيتم ان في ناس جوه الكواليس بتقول لك احمد سيد زيزو مخلص في الشباب السعودي، وناس جوه بتقول لك لا، احمد سيد زيزو مش مخلص من نادي الشباب السعودي، وان الزمالك هيصرف لاحمد سيد زيزو مستحقاته عشان خاطر يبقى قدام الامر الواقع ان هو ما يحقش ليه ان هو يمضي في اي نادي، لان احمد سيد زيزو لسه قدامه سنتين لحد 2025. وفي ناس بتقول لك يا عم نلحق بسرعه ونخلص وناخد منه قرشين وسبوبه. المشكله الكبيره ان انت لما تبيع مش هتعرف يعني فلوس هتعمل ايه. ده اذا كان الجهبذ بيقول لك يا بيه انت هو انا ما دفعتش عقوبه شيكابالا عشان جبت طارق حامد ومش عارف جبت مين وجبت مين وجبت مين. ما هو انت جبت كل دول وعكيت الدنيا على النادي، فانت خربت الدنيا جوه النادي، فانت صلحت حاجه مقابل ان انت عكيت حاجه. ففي الاول والاخر المجمل هو العك اللي موجود حاليا داخل نادي الزمالك. بعد بكره يوم 21 في قضيه لمرتضى منصور، وهي قضيه جنائيه، وتقريبا هيتم الحكم فيها. خلينا لحد بعد يوم 21 هنشوف ايه اللي هيحصل. سلام. بالمناسبه لا لبيع زيزو، انا واحد من الناس مش عاوز زيزو يتباع.